تعالوا نعمل وصفة سريعة وسهلة جدا لللانش بوكس، وكمان تنفع جدا للفطار او العشاء. خفيفة وسريعة مش بتاخد وقت خالص. يلا بينا بسرعة نشوف عملناها ازاي. معانا حبة من الكوسة وحبة من الجزر وحبة كمان من البطاطس. هنقشرهم وهنبشرهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب طاسة هنحطها على النار، وهننزل بقى بمعلقة كبيرة من الزبدة. اول ما الزبدة تسخن وكده معانا كويس، هنبتدي بقى ننزل بالخضار كله اللي احنا بشرينه، وهنديله بس تقليبة كله مع بعض ويندمج مع بعضه كده. وبعد كده بقى هننزل بالملح، معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة من البابريكا. وبعد كده توم باودر وبصل باودر برضو ربع معلقة. هنقلب بقى كله كويس قوي، وهنفضل نقلب باستمرار على نار عالية لحد ما الخضار يدبل زي ما انتوا شايفين كده، وتنزل ميته كده ويكون اتبخرت او تشربها اهو عشان يستوي. هننزل بقى عليهم بعد ما يبردوا بمعلقة من الدقيق، ورشة من الفلفل الاسود او ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبيضة. وهنقلب كله لحد ما الدقيق يختفي بالشكل ده. طاسة على النار بقى، وهننزل فيها بس بمعلقة من الزيت وكده، وندهنها فيها في الطاسة كلها معلقة واحدة من الزيت. وهنبتدي بقى نعمله قراص زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. واول ما لونها بيتغير من الحروف كده بنبتدي نقلبها بتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى جهزت معانا. وصفة سريعة ومش بس حلوة لللانش بوكس، قلنا كمان هي تنفع جدا للفطار او العشاء. لو عجبكم الفيديو لايك وتعليق حلو، وشاركوا الفيديو.